رسالة لشبابنا اللي نشروا أو تفاعلوا مع سالفة جراج حويدر. شوفوا شباب، دراسات حديثة أكدت إنه العالم بعد 6 سنوات من الآن راح يستغني عن 30% من النفط بسبب التطور اللي يحدث الآن. رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يقول إن العالم يقترب من بداية النهاية لعصر الوقود، وعلينا أن نعد أنفسنا للحقبة التالية. رئيس شركة النفط الفرنسية توتال إيرن جيس يقول: أنا مقتنع تماما بأن الانتقال سيحدث لأن هنالك وعيا حقيقيا، لكن الأمر سيستغرق وقتا. الحكومات في جميع أنحاء العالم بدأت بتوسيع استثماراتها بالطاقة المتجددة، وإن شاء الله ما يصير هذا الشيء لأن 90% من اقتصادنا معتمد على النفط. بس هذا الواقع المقبل اللي لازم نستعد له من الآن. فشوفوا حبايبي، تتذكرون أمير قطر كيف قاتل حتى تكون استضافة كأس العالم السنة 2022 على أراضي الملاعب القطرية؟ تتخيلون أنه المملكة العربية السعودية تتعاقد مع أفضل لاعبي العالم لسواد عيون اللاعبين؟ لا، الفكرة والغاية أكبر من هذا الشيء. الفكرة لدعم الاقتصاد والسياحة بما يتناسب مع التغييرات اللي راح تحدث خلال السنوات المقبلة. فرسالتي لكل شاب عراقي وأخص منهم محبي الرياضة، العراق اليوم بدأ يتعافى، وبدينا نشوف السياح الأجانب يفترون بالموصل وبالبصرة وبالناصرية وبزاخو. ملايين الناس في مختلف دول العالم يتمنون زيارة العراق، لأن العراق بلد الحضارات والتاريخ والتراث والعلم. ولأول مرة بتاريخ العراق يجينا رئيس وزراء مهندس بعقلية رائد أعمال، وبدينا نشوف مشاريع وعمل على الأرض واستقرار أمني. فلازم نكون إيد وحدة ونستعد من الآن لتغيير واقعنا قبل فوات الأوان. ومثل ما سوق الجمهور العراقي لسوق واقف في قطر، خلي نسوق هالمرة لسوق العشار بالبصرة، ونستقبل ضيوف العراق بروح رياضية وبنظرة اقتصادية ممكن أن تخدم البلد. وملعبنا اسمه ملعب جذع النخلة، ملعب الكرم البصري، فلا تشبهونه بجراج حويدر. وإذا فاز الأسود أو فازوا النشامة فما راح تتحرر فلسطين ولا راح تنزل مساعدات الغزة. فنتمنى أن يكون تنافسنا على صناعة سيارة، على صناعة عجلات سيارة، مو نتنافس على الفوز بكرة قدم. لا تقدم ولا تأخر، وكالعادة غير أفكارك تتغير حياتك. سلامتكم.